متخيل إنه شخص مفكر ومستقل وإن كل آراءه من دماغه ومفيش حد بيأثر عليه، والأهم إنه بيفتكر إن ملوش علاقة لا بالمجتمع ولا بأفكاره ولا بأفكاره الرجعية الوحشة. طبعا من حق كل مواطن إنه يفكر في نفسه كده، وده مش عيب. تعالوا نشوف أنت كمواطن مفكر ولا مقلد. يلا نشوف الحكاية إيه. يلا نبدأ. يلا نبدأ. تخيل عزيزي المفكر رحت انترفيو لشغل، وكان في ناس كتير زي حضرتك قاعدين متقدمين لوظيفة، كلكم قاعدين في نفس المكان الانتظار لغاية ما حد يتكرم ويتعطف ويتلطف ويجي يعمل معاكم انترفيو، ولقيت وانت قاعد فجأة في جرس بيضرب والناس اللي قاعدة حواليك بتقوم وتقعد وانت قاعدين، ورغم ان الناس دي اتبدلت الا ان الناس اللي جت بعدهم بدأت تعمل نفس الحكاية، وشوية شوية تلقائيا بدأت تقوم تقف لما الجرس بدأ يرن، وحتى الناس اللي اتبدلت عملت نفس الموضوع. طبعا انت تلقائيا بدأت تعمل كده. دي بقى كانت تجربة عملها واحد من علماء النفس، مش مهم اسمه دلوقتي عشان مش فاكراه، وقال ان 99% من معتقداتنا وافكارنا اما مقتبسة او مسيرة او مقلدة لافكار المجتمع اللي انت عايش فيه، اكتر من انك تملك اراده حره وبتعمل اللي تمليه عليك ارادتك. الغريبه ان علماء كتير عملوا تجارب مشابهه وادت تقريبا نفس النتيجه، وكأن العلم بيشير اننا على استعداد اننا نكون شبه المجتمع على اننا يكون لينا رأي مخالف، ده لاننا بندور على القبول والرضا اكتر من اننا نقنع حد بافكارنا. وطبعا ده مش معناه ان مفيش مننا ناس مشيت عكس التيار منعا للتعميم. ما تنسوش تراجعوا فيديو التعميم اللي هسيبه لكم تحت في الديسكربشن. طبعا في ناس مشيت عكس التيار بدليل الاختراعات اللي حوالينا، بس هما مش كتير. طب ايه يا ستي، هو احنا تحت رحمة التأثيرات المجتمع خلاص ومش بينفع يبقى لينا رأينا الخاص لأننا مش بنقدر نعتزل المجتمع أو نمنع اللي حوالينا أو نتأثر حتى باللي حوالينا؟ يعني ما نقدرش نعتزل اللي بيؤذينا؟ مهم جدا اننا نعمل حاجه اسمها نغسل دماغنا. عقلنا الباطن بيتقبل الاشارات والاوامر والارشادات بسهوله كبيره اكتر من عقلنا الواعي، واللي ممكن يرفض حاجات لو هي عكس اللي اتربى عليها. لكن عقلنا اللاواعي بيتقبل الايحاءات واللي ممكن تتسرب لينا من وسائل اعلام او سلوك اللي حوالينا من اهلنا واصدقائنا او حد انت معجب بيه. تأثير الإيحاءات بيكون قوي جدا لما بنكون مستريحين، زي الوضع بتاع التنويم المغناطيسي. يعني لو عاوز تبطل سجاير أو توقف أكل مثلا، اقعد في وضع استرخاء وابدأ سجل لنفسك إنك واثق إنك تقدر تبطل سجاير أو توقف أكل غير صحي. كمان خد وقتك لتحليل سلوكك أنت، يعني اكتب في يومك كنت بتعمل إيه وما عملتوش وليه. يا ترى إيه معاييرك علشان تاخد القرار؟ طب جبتها منين؟ طب ايه المعايير اللي قابله للتطبيق؟ الحاجات اللي بتغريك وايه التحديات اللي بتوقفك؟ دي شويه من الاسئله اللي بتساعدك علشان تغسل دماغك وتعرف اكتر عن نفسك. كمان المديتيشن او التامل علشان تتعلم تهدى، لان في الهدوء سلام ومعرفه اكتر مما تتخيل. سلام، اشوفكم الحلقه اللي جايه.